محتاجين ان احنا ننشط المبيض، فده بيعمل على تنشيط المبيض، بيعمل على تطهير الجهاز التناسلي. بعد كده ان شاء الله بنلاقي في بيض وفي انتاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على زيادة الانتاج، ازاي تخلي الحمام بتاعك لو مريح يرجع يشتغل تاني. حالات نقص البيض، قلة الانتاج، صغر حجم البيض اللي هي البيضة الصغيرة والبيضة الكبيرة، عدم نمو الزغاليل، كساح الزغاليل، وحالات الافتراس. وده غالبا يا جماعة ما بيكون سببه نقص التمليح عند الحمام. فعشان كده ان شاء الله هنتكلم على أهمية ملح الطعام بالنسبة للحمام، اللي هو من أهم العناصر الغذائية للحمام بتاعنا. عدم وجود الملح يا جماعه ده طبعا بيسبب حالات اضطراب عند الحمام بتاعنا، وده غالبا ما بيخلي الحمام بيروح ينقر في جدران الحيطه عندنا، فده طبعا بيبقى نقص التمليح عند الحمام. وغير كده يا جماعه طبعا الملح بيحتوي برضو على الاملاح المعدنيه اللي هي بيفتقدها الحمام بتاعنا، فمهم جدا ان احنا لازم نقدم الملح باستمرار على الكلفه بتاعتنا بالنسبه للحمام. ده كده يا جماعه طبعا هيخلينا ان احنا نحد من حالات الافتراس اللي هي بتيجي ما بين الأصوص الكبيرة والأصوص الصغيرة، اللي هي طبعا بتحصل حالات التشاجر ما بين الذكر والنتاية، أو إن هي تحصل حالات تشاجر أو افتراس بالنسبة للزغاليل اللي هي الصغيرة. ده بيكون غالبا نقص ملح الطعام اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا بيحد برضو من انتشار الكساح اللي هو بيجي للزغاليل. مهم جدا ان احنا لازم نقدم ملح الطعام ولو مرة واحدة بس على الكلفة بتاعتنا اثناء ما بنكلف الحمام بتاعنا. هيساعدنا على زيادة الانتاج، هيساعدنا فعلا على نقص البيض. الحمام ما بيبيضش، الحمام قاطع بيض، فده العنصر المهم جدا اللي احنا لازم نهتم بيه ولازم نقدمه للحمام بتاعنا. معلقة كبيرة على كل 5 كيلو كلفة بنقدمها وبنعفر بيها الكلفة، حتى لو نزلت في قعر الكلفة الحمام بيبدأ ان هو يدور عليها وبيملح منها. الطريقة التانية ان احنا ممكن نقدمه برضو على المية، مقدار معلقة شاي على كل 2 لتر مية، وابدأ ادوبهم في المية وامسق بيهم للحمام بتاعي. ولكن الطريقة الافضل ان احنا نعفر بيها الكلفة. ولو انا بشتكي من ضعف ونمو الزغاليل لازم اهتم بتعفير الكلفة من طبعا البصل بودر والثوم بودر. دول كفيلين جدا ان هم يمنعوا الامراض اللي او يحدوا من انتشار الامراض، اللي هي اهمها طبعا الامراض البكتيريه اللي هي بتبقى متلخصه في الكنكر اللي هو ممكن يتنقل للزغاليل، اللي هي بتساعد على عدم نمو الزغاليل او ضعف الزغاليل. ويبقى هو ده السبب الاساسي في ضعف الزغاليل، ان بيتنقل لهم كنكر من الاهالي نتيجه التاكيل او الكلفه اللي هي غير صحيحه، الكلفه اللي هي غير نظيفه. فعشان كده ان انا بعفرها بالبصل بودر والثوم بودر. الحاجات دي مهمه جدا وبتساعد طبعا على نمو الزغاليل وضعف الزغاليل اللي احنا بنشتكي منه. وكده يا جماعه يعتبر لخصنا فيديو مجمع لحالات الكساح، حالات الافتراس، حالات نقص البيض، حالات البيض الصغير. ودي تعتبر فعلا من الحالات الاساسيه لو اهتمينا بيها ان شاء الله هننتج ويبقى عندنا زغاليل بصحه جيده، وما يبقاش في عندنا حالات الافتراس اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو، ونقص البيض والبيضه الصغيره والبيضه الكبيره. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.